بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أولادنا وبناتنا في الثانوية العامة إن شاء الله تعالى النهاردة بعد تقريبا يعني من ساعتين بالظبط أو 3 هيفتح تقليل الاغتراب. طيب تقليل الاغتراب ده بقى مرحلة أولى ومرحلة تانية، تمام؟ مرحلة أولى ومرحلة تانية. طب اللي مش هيعمل تقليل الاغتراب في المرحلة الأولى والمرحلة التانية ليه أحقية يعمل تقليل الاغتراب في بعض يعني في المرحلة الثالثة، تمام؟ هينزل تقليل الاغتراب في المرحلة الثالثة والدور الثاني، من حقه يعمل تقليل الاغتراب في المرحلة الثالثة والدور الثاني معاهم. يعني أنت كده ليك مرة. طب ينفع أجل اللي بعد كده؟ لا، ما ينفعش تأجل. وتأجل ليه؟ ما أنت ليه بقى؟ أنت لو أجلت الأماكن هتتملي. أقول تاني، طب أنت مثلا ما عملتش تقليل اغتراب، فاهم إزاي؟ أنت ما عملتش تقليل اغتراب والمكان ده اتملى، خلاص غيرك خد المكان، أنت اللي إيه؟ أنت اللي ما عملتش. تيجي تعمل بقى في المرحلة الثالثة تلاقي الدنيا ما نفعتش معاك. فبناء عليه انا بقول لك هو مرحله اولى ومرحله ثانيه لازم تعمل تقليل اغتراب. طيب نوضح للمره الثانيه والثالثه. تقليل الاغتراب ده في حاجه اسمها تقليل الاغتراب مناظر وغير مناظر. كانت في مشكله في كليات الهندسه، كان هندسه الايه؟ الهندسه الالكترونيه بمنوف، هندسه الطاقه باسوان، هندسه التخطيط العمراني، ما كانش ليهم تقليل اغتراب. اللي يخش الاماكن دي كان يفضل قاعد فيها، ماشي؟ كان مثلا زي لو انت دخلت هندسه بترول وتعدين، ما كانش ينفع تروح مثلا من المكان ده لمكان ثاني، لا خلاص بقى. لو انا مثلا في هندسه بترول وتعدين وعايز اروح هندسه القاهره، مش عايز هندسه بترول والتعدين، سالت اصحابي قال لي مجالات الشغل فيها ضعيفه مش زي زمان، فبناء عليه ممكن اروح هندسه القاهره عادي، تمام؟ يبقى في تحويل دلوقتي من الكليات دي اساسا يعني، فانت بالنسبه لك ما بقتش فيه مشكله. طيب لو انا مثلا في كليه طب اسوان وانا اصلا عايش في القاهره، اروح طب القاهره عادي، ما فيش مشكله، خلاص. طب ما انت تقول القاهره فيها كليه طب تبع جامعه القاهره وتبع جامعه عين شمس، بص بقى بتبقى اولويه مترتب حسب المجاميع وحسب الاعداد اللي هم عايزينها. زي كليه الهندسه، انت مثلا انا عايش في القاهره، تمام؟ وجالي مثلا هندسه اسيوط مثلا، طب انا عايز اروح القاهره، طب انا اروح دلوقتي هندسه القاهره ولا عين شمس مثلا، ولا هندسه حلوان برضه تبع جامعه القاهره، خلاص؟ ولا هندسه المطريه؟ لا، انت كده هي بتترتب. يعني مثلا الهندسه دي قبلت من 390 ودي مثلا 391 ودي 392، بياخدها من الاقل للاعلى، فاهم ازاي؟ مش مثلا واحد يعمل تقليل اغتراب يجي طالع على هندسه القاهره ولا هندسه عين شمس، لا، ده بيوديك الكليه الاقل الاول. انت فاهم ازاي؟ انا جبتك القاهره بس وديتك هندسه المطريه، بس انا جايبك منين؟ انا جايبك من اسيوط ومن المنيا ومن اسوان. طيب تقليل الاغتراب ده 10%. كان زمان لحد السنه اللي فاتت دي كان مستحيل حد يعمل تقليل اغتراب وما يتقبلش، كان بيتقبل بنسبه 100%. يعني لما حصل وعي جامد بقى في مشكله دلوقتي، النسبه بدات تزيد. يعني السنه اللي فاتت دي في ناس ما اتقبلتش. انا اعرف ناس كان طب مثلا ازاي، هو من من البحيره، كليه طب البحيره مثلا، من البحيره مثلا كان المفروض يخش طب البحيره، لا ده جاله طب بني سويف فما اتنقلش، فضل في بني سويف. طب هل ينفع بعد مثلا ما اقعد سنه اولى ارجع مثلا؟ ينفع ترجع، بس يبقى شرطها صعب شويه، لازم تبقى جايب تقدير عالي، امتياز. عارف لو جبت امتياز بتروح اي كليه على مستوى الجمهوريه، فاهم ازاي؟ بتروح اي كليه على مستوى الجمهوريه، مفيش اي مشكله. يبقى يعني بعد سنه اولى اهم حاجه التقدير. طيب حته ثانيه، تقليل الاغتراب بقى ده مناظر بقى من كليه لنفس الكليه. طب مثلا لو انا مثلا دخلت مثلا كليه علوم وعايز اروح كليه تربيه، معايا؟ دخلت كليه علوم وعايز اروح كليه تربيه، طب اعمل ايه بقى؟ انا في كليه علوم وعايز اروح كليه تربيه، ده انا اصلا كده اروح من كليه عاليه لكليه اقل، فما فيش مشكله بالنسبه لك، ما فيش مشكله بالنسبه لك، انت فاهم ازاي؟ لكن العكس غير صحيح. يعني انا مثلا زي كليه علوم قبلت مثلا من 85% وتربيه قبلت من 80%، ينفع اروح مثلا وانا جايب 80 اروح من 80% اروح ل 85%؟ ما ينفعش، لا خلاص، صعبه، فاهم ازاي؟ تقليل الاغتراب غير مناظر، لازم يكون مجموعه جايب الكليه، فاهم ازاي؟ انا دخلت كليه تربيه او دخلت كليه علوم وعايز اروح تجاره، تمام؟ وعايز اروح كليه تجاره، فبناء عليه بتبقى فيه مشكله، خلاص؟ بس مشكله محلول. ده انا هروح كليه التجاره اللي جايب فيها كام؟ 70، بتاخد من 70% وانا جايب 80%، ما فيهاش مشكله بقى، خلاص بحاول بسهوله. بس قلنا برضو في تقليل الاغتراب الاولويه للبنات، تمام؟ الاولويه للبنات، تمام؟ ولازم نسبه ال 10%. انا هحاول اقلل الفيديو طبعا عشان عشان الموبايل لو فصل ولا حاجه، تمام؟ طيب المهم يبقى انت بالنسبه لك بتبقى في مشكله في تقليل الاغتراب، وارد ان انت تقدم في تقليل الاغتراب وما يتقبلش، تمام؟ وارد انك تقدم في تقليل الاغتراب وما يتقبلش، بس بتبقى نسبه ضعيفه غالبا يعني. طيب
وزي ما قلنا في حاجه اسمها العدول عن تقليل الاغتراب. طب انا بقى بص بقى، انا كنت في كليه طب بيطري وحد ضحك عليا وقال لي ده طب بيطري وحش، مجالاتها في الشغل وحش، اروح كليه علوم وممكن اعمل تقليل الاغتراب وما اتقبلش. الاضمن ان انا اروح كليه علوم تاني. انا كليه طب بيطري اسيوط وانا عايش في القاهره، ممكن اعمل تقليل اغتراب وما اتقبلش، قال لي وديني اسيوط. طب ما انا اعمل تقليل اغتراب كليه علوم عشان اضمن علوم. بعد ما عملت كده حسيت بالذنب، حسيت بالخطا. ينفع بعد ما ترجع ينفع حاجه اسمها ايه بقى؟ العدول عن تقليل الاغتراب. وانا اعمل لك فيديو تفصيلي تمام، واقول لك تعمل ايه في العدول عن تقليل الاغتراب وتروح فين بالظبط. خلي بالك مفيش تحويل ورقي، مفيش تحويل ورقي. الفرصه دي لو راحت منك ما تجيش تاني. خلاص؟ طيب في تقليل الاغتراب اكتب رغبه واحده ولا اثنين ولا ثلاثه؟ مالكش غير رغبه واحده بس، هي رغبه واحده مفيش غيرها، هو تمثيل. تمام؟ انا كده بجاوب لك التساؤلات اللي انت بتقولها. اكتب اي حاجه في التعليقات، انا ممكن اجمع كل التعليقات دي واعملها انزل فيديو ان شاء الله اساسا يعني. بس خلي بالك تقليل الاغتراب هيبدا الخميس وهيخلص الايه؟ الخميس اللي هو بكره، وهيخلص الاثنين. بعد كده مالكش حاجه تاني، ساعه ما بيقفل خلصت. وخلي بالك الكليات بتتمني، انت فاهم ازاي؟ يعني انت من حقك تعمل تقليل اغتراب بعد المرحله الثالثه والدور الثاني معاها، يعني مرحله ثالثه ودور ثاني، فاهم ازاي؟ فبناء عليه مفيش مشكله بالنسبه لك، لو ما عملتش دلوقتي تعمل بعدين. بس خلاص الدنيا اتملت، خلاص خلصت، هم خدوا اللي هم عايزينه، تروح تعمل ما تلاقيش الفرصه دي، الا لو انت بقى في كليه وعايز تنزل لكليه اقل. انا دخلت هندسه وعايز اروح حاسبات ومعلومات، فاهم ازاي؟ انا دخلت هندسه ومش عاجباني كليه هندسه، عايز اروح حاسبات ومعلومات. بمناسبه هندسه وحاسبات ومعلومات وكليه علوم الحاسب، لو انا كليه هندسه قسم حاسبات، ولو انا مثلا كليه حاسبات ومعلومات، ولو انا كليه علوم قسم حاسب، علوم قسم حاسب نظري 80% وعملي 20%، حاسبات ومعلومات العكس 80% عملي و20% نظري. كليه هندسه قسم حاسبات اقوى من الاثنين، فاهم ازاي؟ بس مجالات الشغل بتاع الثلاثه دول بتعتمد على المهاره. اسمع العنوان ده بقى، تو ماتش سكيلز، لازم تكون راجل مهاري. انت الشركه بتاخدك بتقول لك اعمل لي الكود، انت فاهم ازاي؟ ما بيقولكش انت مثلا كليه حاسبات ومعلومات ولا كليه هندسه ولا كليه علوم قسم حاسب كمبيوتر ساينس، فاهم ازاي؟ مش فارق معاه. يعني ممكن ياخد واحد كمبيوتر ساينس ويسيب مثلا كليه هندسه قسم حاسبات، هو بيديك كود وتبرمجه. انت ممكن تشتغل في شركه 10 سنين وما يسالكش عن المؤهل بتاعك. حاسبات ومعلومات او البرمجه بالذات ما تشغلش بالك بالايه؟ انت متخرج منين بالظبط؟ اهم حاجه اشغل بالك بالمهاره، اشغل بالك بلغات البرمجه. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في حفظ الله.